السلام عليكم. انتي وانت الا كنتو مهتمين بالهجره لكندا تفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخير، غادي يفيدكم بزاف. غنحاول نهضر بشكل عفوي باش نتقاسم معكم التجربه ديالي، ونحاول نشرح لكم مجموعه من البرامج بخصوص الهجره لكندا. اذا قبل ما نبدا ضروري نتقاسم معكم التجربه ديالي باش نشرح لكم كيفاش بدات وكيفاش توصلت. اذا درت ليكونومي فاش خديت الباك ديالي في ليكونومي، اللي اصلا درتها غير باش نتعلم الفرنسي. مشيت للجامعه، كملت في ليكونومي، وخلال دوك السنوات ديال الجامعه بداو تيبانوا لي بزاف ديال الحوايج ماشي هما هادوك، وبديت نفكر في الهجره وبديت نفكر في الغربه، رغم انني كنت مغترب ديك الساعه لانه ما كانش عندنا جامعه في البلاصه اللي انا ساكن فيها، في المدينه اللي ساكن فيها. كنت اضطريت اني باش نمشي لمدينه اخرى باش نقدر نكمل الدراسه ديالي الى اخره. المهم، كان واحد البرنامج ديك الساعه سميتو اريما. كنت تتواصل مع الوزاره ديال الهجره ديال كندا ديال هنا، تتواصل معها غير بوثائق، وعندها الموقع الرسمي ديالها، ولكن ديك المسطره تاخذ واحد الوقت طويل، واصلا مازال ما كانوش فيها، مازال ما كانوش فيها الشروط ديالها. ولكن من ديك الساعه كانت الانطلاقه، وبديت نفكر اني نقلب على حلول كيفاش نهاجر ونجي لكندا. من بعد خدمت في اوطيلات بزاف باش نزيد نخدم على اللغه ديالي، كان هذا هو الهدف الاول. عاد الامور الاخرى، وخدمت موراها في التعليم. آه، اكيد المهنه ديال التعليم ماشي زعما خدمت فيها غير حيت باش ندير بها هذا الشيء، ولكن غير حيت التجربه المهنيه تعتبر واحد من الشروط الاساسيه في هذه العمليه ديال تقديم البرامج ديال الهجره. وبطبيعه الحال درنا المهنه عن حب وقناعه والى اخره. كما تعرفوا ان كندا هي ثاني اكبر دوله من حيث المساحه ديالها، وبالتالي ما فيها حتى 41 مليون نسمه تقريبا. وبالتالي باش تعمر، باش تجيب الناس ومهاجرين من الخارج، دارت واحد مجموعه من البرامج اللي تعتمد على شروط معينه اللي غادي نتعرفوا عليها مع الوقت، بما فيها اللغه والتجربه المهنيه والسن وتكوين الدراسه ديالك والى اخره. هي نقولوا بشكل مختلف على امريكا اللي تدير القرعه. برنامجين اللي معروفين بزاف هما اريما وانتري اكسبريس، اللي تيخولوا لك انك تشد الاقامه الدائمه مباشره من مورا واحد الاجراءات معينه اللي غادي نهضروا عليها. وهذه الاقامه الدائمه تتمكنك انك تاخذ الجنسيه الكنديه من بعد 3 سنين ديالك، اللي هي من بعد 3 سنين الاقامه فعليا في البلاد. المهم، كاين برامج اخرى وكل برنامج غنهضروا عليه على حده. هاد الجوج البرنامجين الاساسيين اللي هما اريما وانتري اكسبريس تقدر تعمر، تقدر تقدم لهم سواء كنتي في كندا هنا بتصريح عمل او دراسه الى اخره، او كنتي خارج البلد او كنتي في شي بلاد اخرى. تقدر تقدم تعمر لا ديكلاراسيون دانتيغي ديالك وطلب زهرك. اذا اذا انا بديت في 2022، حيت قلت لكم كاين شروط باش تعمر لا ديكلاراسيون دانتيغي ديالك. كاين الشرط ديال اللغه اولا، يعني خص يكون عندك واحد المستوى معين سواء في اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، وباش دو وباش باش يعتمدوا على وباش يعرفوا المستوى الحقيقي ديالك في اللغه الفرنسيه مثلا كاين امتحانات معينه اللي تعتمدوها. ونفس الشيء بالنسبه للانجليزيه. بالنسبه للغه الفرنسيه كاين امتحان مثلا تي سي اف وكاين تي او اف. الوغ تيكون واحد المينيموم اللي خصك تجيب فيهم، اللي هو مثلا نقولوا 7 على 10 بلغه واضحه في الفرنسيه، وفي الانجليزيه 5 على 10، وتتبقى معايير مختلفه على حسب اش من برنامج لاش تقدمتي، واش من
اش من مهنه الى اخره. والاساسي هو انه باش تقدر دير تقديم الطلب لابد من انك دوز هاد الامتحانات. اذا انا في 2022 الاخر ديالو بديت نبريباري الامتحان باش ندوزو. وصراحه تيجيك واحد، نقول لك واحد التخوف من الامتحان، تقدر تجيب فيه تقدر ما تجيبش فيه، وبالتالي تيخصك تعاودو كله وتيتقام عليك ب 2800 درهم. الوغ خصك تعاود الامتحان كله وانتم عارفين الوضعيه كيفاش دايره الى اخره. اذا تتحاول تبريباري ليه شويه ودوز الامتحان ودازت امور عاديه صراحه. كان شويه ديال ستريس وداك الشيء، ولكن دازت عادي جدا. مباشره موراها درت لا ديكلاراسيون دانتيغي ديالي، يعني تتقدم بالطلب ديالك الوزاره ديال الهجره ديال هنا. وانا عمرت في اريما. من بعد غادي نشرح لكم الفرق بين اريما واونتري اكسبريس بالتفصيل، وغنحاولوا نشوفوا على المواقع كيفاش تنعمروا لا ديكلاراسيون دانتيغي ديالنا، كيفاش نديروا السوميسيون ديال البروفيل ديالك الى اخره. بالنسبه للامتحان اللغه، اون فوا جبت فيه كريت البروفيل ديالي في اريما ودرت لا ديكلاراسيون دانتيغي. بقيت تقريبا دازو شي جوج ديال لي زيكزارسيس ولا ثلاثه ديال ليكستراكسيون، تسمى اكستراكسيون يعني السحب من واحد لو باسان. انا بديت دابا معكم المصطلحات التقنيه ديال البرنامج، لانه في البرنامج ديال اريما كاين الناس اللي هو سميتو بي ار تي كولون بروغرام ريغولير دي ترافايور كاليفي. المهم يعني العمال المهاره ولا المؤهلين. حيت باش تقدم ليه تيخصك اول حاجه تكون عامل، ياك، وخصك تجيب هذاك المينيموم ديال اللغه، وخاص يكون عندك مستوى دراسي معين، والسن الى اخره. هاد المعطيات هادو تيكون عندهم كل معطى على حده تيكون عنده واحد المؤشر معين ديال النقاط. يعني تيكون تيخدموا بنظام التنقيط، تيتجمعوا الناس كاملين اللي تقدموا في واحد لو باسان في واحد الحوض، كلشي تيتحط فيه مرتبين على حساب لي نوط ديالهم، كل واحد بالعدد ديال النقاط. نعطيك انا مثال، اللغه جبت فيها القد ديال النقاط. التجربه عندي القد ديال النقاط. الدراسه السن الى اخره. تيتجمعوا هذوك النقاط ديالي كاملين تيعطيني واحد السكور. هذاك السكور هو باش البروفيل ديالي تيترتب على حسب هذاك السكور في وسط من لو باسان. تيجيو الناس كاملين تيترتبوا لي السكور ديالهم من غنقول لك مثلا من 200 ولا 220 ولا 100 ولا 120 ولا 160، وانت غادي طالع 600 700 750 800 بالترتيب. الوغ فاش يجيو تيبيو يهزو تيحاولوا ياخذوا من الفوق على حسب العدد ديال على حسب العدد ديال الناس اللي غادي يعيطوا لهم. الوغ على حسب العدد ديال لي زانفيتاسيون اللي غادي يصيفطوا، وعلى حسب اش من مجال. حيت بعض المرات تيديروا دي زانفيتاسيون في مجال معين، مثلا في التعليم ولا في الصحه ولا في مهن حرفيه الى اخره. يعني ماشي نفس سكور بالنسبه لواحد خدم في التعليم ولا في شي وظيفه اخرى ولا في شي مهنه اخرى، هو باش غادي يخدموا على واحد المهنه اللي ما تستدعيش انه تكون عندك اللغه كبيره والمستوى كبير في اللغه. من بعد جاتني الدعوه بشكل رسمي فاش درت اكستراكسيون ديال ليكزيرسيس الثالث تقريبا ولا الرابع. بديت نفكر في اني ندوز الامتحان ديال الانجليزيه، لانه بحال بان لي السكور ديالي بحال نقولوا ما تهزش جوج ولا ثلاثه المرات، يعني يقدر ما غاديش يتهز. وبالتالي باش نزيد النقاط ديالي تيخصني ندوز امتحان اللغه باش تعطيني ديال اللغه الانجليزيه باش تعطيني لو بونوس. حتى هو تعطيني لو بونوس باش يطلع لي السكور ديالي. المهم هادشي غادي نجيو لها ايطاب باغ ايطاب ان شاء الله، كل حاجه نشرحوها بوحدها. من بعد جاتني لانفيتاسيون بشكل رسمي، تم الدعوه ديالي باش نتقدم. اذا تما غادي تبدا المسطره ديالي ديال التقديم. وبالتالي خاصني ندفع باش ناخذ سي اس كو اللي هي سيرتيفيكات سيليكسيون دو كوبيك. حيت باش نشرح لكم اريما برنامج
اللي دايره كوبيك، مقاطعه ديال كوبيك، باش تجيب الناس من الخارج تجيبهم لكندا وبالضبط لكوبيك، ماشي باقي المقاطعات. في حين اونتري اكسبريس، انا هادشي كنت بنخليه حتى من بعد ونشرحه، ولكن مزيان نشرحه دابا نيت. في حين ان اونتري اكسبريس هي المقاطعات الاخرين كلهم باستثناء كوبيك، من غير كوبيك الا جيتي باونتري اكسبريس يعني باش تمشي للمقاطعات الاخرين. كما تعرفوا كندا فيها عشرات المقاطعات وثلاثه ديال الاقاليم. المهم مقاطعات بحال قلنا مثلا ولايه في الامريك، ولايه تكساس ولا ولايه كاليفورنيا ولا نيويورك ولا، او بالنسبه لنا بحال قلنا جهه مراكش اسفي ولا جهه الدار البيضاء سطات ولا. المهم هذه هي المقاطعه. حيت كنسمعوا كوبيك، كوبيك ما تتعرفها مدينه، ما تتعرفها. باش مقاطعه كوبيك هي مقاطعه كبيره فيها مدن، فيها بزاف ديال المدن، فيها مدن كبار وفيها مدن صغيره. فيها مثلا مدينه ديال مونتريال، فيها لي 3 ريفيير، فيها كوبيك سيتي، هذه مدينه في وسط المقاطعه ديال كوبيك. كاينه مقاطعه ديال اونتاريو فيها اوتاوا، تورونتو، اوتاوا هي العاصمه ديال كندا. وكاينه مقاطعه ديال مانيتوبا، كاينه البرتا، كاينه نوفو برونزويك. المهم عشرات المقاطعات. وبالتالي قلت انا جاتني جاتني الدعوه باش ندفع ناخذ سي اس كو، حيت تيخص كوبيك هي الاولى تعطيك سي اس كو، سيرتيفيكات سيليكسيون دو كوبيك، يعني ان اختارتك باش تجي عاد باش تقدر دوز للمستوى الثاني اللي هو او نيفو دو فيدرال، الفيدرال، يعني تولي تتواصل مع الحكومه، الوزاره ديال الهجره مباشره. يعني هنا تعطيك كوبيك الموافقه ديالها، عاد تقدر توصل مع الناس. وبالتالي باش تدفع للسي اس كو تيخصك تدفع لهم الوثائق اللي تتبرر بها وتتجوستيفي بها داكشي اللي عمرتي في الموقع. يعني لا بد ان المعلومات ديال كلهم اللي غادي تعمر في الموقع يكونوا صحاح، ديال اللغه، النقاط اللي جبتي، ديال التجربه المهنيه ديالك، عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، ما عرفتش 10 سنين في الدومين فاش خدمتي. وتيكون واحد السي ان بي اللي هي كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون، يعني المهن عندهم هنا عندهم ارقام، عندهم واحد الترتيب معين. فاش تتسمع واحد الرقم معين تكون سواء من 4 الارقام ولا 5، كاين على حسب. مثلا تتسمع 72 04، هذا لانتيتولي ديال هذا السي ان بي ديال واحد المهنه معينه. يعني داكشي اللي ديكلاريتي هو اللي غادي خصك تجوستيفيه ليهم. السن ديالك، او نيفو ديتود فورماسيون ديالك، قرايه، بكالوريا، عندك بكالوريا، عندك خصك دائما تراقب ديك ليكيفالونس ديال لي ديبلوم. هادي تقدر ديرها قبل، تقدر ديرها من بعد، ولكن باش تعمر ضروري خصك ديرها باش تعرف انت تلوكاليزي راسك اش من مستوى معين. لان التعليم عندهم هنا في المستويات ديالهم مختلف مقارنه مع المغرب، مختلف الى حد ما، خصوصا في المستوى الجامعي وداكشي. مثلا حنا نقدروا ناخذوا ليسونس في 3 سنين، وما نخصهم ياخذوها في 4 سنين الى اخره. كاين مستويات فيها اختلاف. وتتبدا توجد كما قلت لكم هذوك الوثائق اللي تجوستيفي هذاك الشيء اللي دفعتي في السيت، تتجمعهم كاملين، تتصيفطهم. ودائما ضروري تيكونوا مستجدات، تيكونوا امور اللي خصك تبقى ديما تتبعها. باش تصيفط لهم هذاك الشيء في الموقع ديالو، او تصيفط لهم هذاك الشيء باغ بوست، وتبقى تتبع المعطيات ديالك. تيكون واحد ستريس، و دير غير ايغور بسيطه، غير شي خطا بسيط ولا شي حاجه بسيطه ماشي هي هذيك، تقدر تجيك انطونسيون دو روجي، يقدر يرفضوا لك. يقدر النيه ديال الرفض، يعني تيديروا لك بحال الانذار، بحال فيرتيسمون، شوف راه غادي نرفضوا لك. حيت مثلا نعطيكم مثال، انت ديكلاريتي لهم حيت باللي تخدم واحد المهنه معينه فيها 40 ساعه في السيمانه، حيت المينيموم ديال الخدمه هي 40 ساعه في السيمانه الفوق. الوغ فاش جيتي عمرتي شهاده العمل، دار لك فيها لومبلويور ديالك ما دارش لك فيها 40 ساعه، كتب فيها مثلا 30 ساعه ولا ما حددهاش، ولا تيقولوا لك شوف عطينا
وتتعاود خصك تعاود تصيفط لهم اتيستاسيون دو طرافاي فيها لو نومبر دور و لي تري اكسبليكاتيف، ولا لا حسب يقدروا يطلبوا منك الديكلاراسيون ديال سي ان اس اس ولا ديال شي. المهم يقدروا يطلبوا منك لا فيش دو بوست اي حاجه باش تجوستيفي باللي فعلا كنتي خدام تما، وباللي كنتي وباللي راك مدوز واحد العدد معين ديال الساعات او بالاحرى السنوات ديال التجربه. فاش تدفع السي اس كيو، فاش تيراقبوا هذاك الشيء تلقاو باللي داك الشيء صحيح، تيعطوك السي اس كيو ديالك. مبروك عليك، حطيتي الرجل الاولى. فاش تشد السي اس كيو تتكون هي وحده من الوثائق اللي غادي تزيد عليها وثائق اخرين باش تدفعهم للفيدرال. تيخصك تدفع السي اس كيو، تيخصك تدفع لي زونتيسيدون ديالك، كما عندك سوابق ولا شي حاجه، وتدفع نفس هذاك الشيء اللي كنتي دفعتي للسي اس كيو ديال الدبلومات وديال اللغه والتجربه. تيخصك تجمعو والباسبور بطبيعه الحال، والوثائق الشخصيه ديالك والتصاور ولي فورمولير اونلاين، ولي فورمولير ديالهم تيخصك تعمرهم سواء على مستوى سي اس كيو سواء على مستوى اونتري اكسبريس. الوغ فاش تشيك سي اس كيو قلنا فاش تبي تدفع اونتري اكسبريس، انا تنعاود نشرح لكم بشكل مفصل. تجمع هذوك الوثائق اللي دفعتي، تتعاود تدفعهم عاود تاني الفيدرال، وتتسناهم يجاوبوك. اون فوا تيجاوبوك تيعيطوا لك باش دوز البيومتري، تدوز البصمات، تدوز لا فيزيت ميديكال. بعدا تيوصلوهم، بعدا تيصيفط حيت داكشي مراحل، تيكونوا مراحل كبار في وسط منها حويجات صغار، يعني كل حاجه بحاجه. ولكن انا دابا غير تنشرح لكم بشكل عام باش تفهموا دو كوا يساجي، ومن بعد نجيو للتفصيل، والتفصيل ديال التفصيل. وبالتالي فاش تدفع للفيدرال بهاد الوثائق وداكشي، تدوز البيومتري ولا فيزيت ميديكال، وتتشد اون فوا تتكمل كلشي فاليدي، تيفاليديو لي زونتيسيدون ديالك، تيخرج عليك، تيطلبوا منك باش تجيب الباسبور ديالك، تتحطو تخرج لك الاقامه الدائمه ديالك، كونفيرماسيون دو ريزيدونس بيرمانونت، والباسبور ديالك تجي تاخذهم من في اف اس من القنصليه، تاخذهم. مبروك عليك، هز حويجاتك. هنا تتبدا قصه اخرى نهضروا عليها من بعد عاوتاني تاهي في اطار تقاسم التجارب. والبدايه ما سهلاش صراحه، البدايه من الزيرو ما سهلاش، ولكن مزيان الواحد يبدال ويجرب. كاين امور كثيره تكتشفوها مع الوقت. انا عندي بعض النصائح للناس اللي مهتمين والشباب اللي مهتمين، تلاميذ، موظف، استاذ، عامل، عاطل على العمل، ما تيهمش. كيما كنتي حريفي، كنتي المهم كان عندك اهتمام الهجرة، عندي ليك واحد النصائح. هي اولها اللغة، خصك تخدم على اللغة ديالك، خدم على اللغة فرونسي ولا لونجلي. كنتي تشاد شوية في الفرونسي، خدم عليها مزيان، كمل صافي تكونسونطرا على الفرونسي وخدم عليها مزيان باش تمشي جوسكو. كنتي شاد شوية في لونجلي، تكونسونطرا على لونجلي وخدم عليها مزيان. من بعد يكونوا فيديوهات على اللغه كيفاش تخدموا عليها، وغنوريكم كيفاش تخدموا حتى على الامتحانات ديال كيفاش ديال اللي معتمدين هنا في الهجره باش تجيبوا فيهم مزيان، حيت هما تيرفعوا لكم السكور ديالكم. النصائح ديالي هي من دابا خدم على اتساع، زير شويه، قرا، بدا تقرا كل نهار، قرا شويه واحد نص ساعه في شي كتاب ولا في شي قصه ولا في شي مجال معين تعجبك، ولا غير منشورات ديال انستغرام ولا شي حاجه حيت تدوزو فيهم الوقت بزاف. هز شي صفحه فيها تتلوح بحال هكا منشورات، تبقى تقرا بالفرنسي ولا بلونجلي، تكونسونطرا على اللغه اللي قريبه لك. باش من بعد غادي نشرح لكم انا كيفاش كل لغه فين غتفيدك وفين ما غتفيدكش في اطار برنامج ديال الهجره. والا فالا جيتي عليا انا تعلم اللغات بجوج. كاينه الانجليزيه هي اللغه الاولى عالميا، عندها زعما اقبال كبير، وفين ما مشيتي تصوفي بها، ولكن
الا كانت عندك الفرصه تعلمهم بجوج تعلمهم بجوج، ما عندكش مشكل. كنتي كنتي شاد شويه في وحده، كمل عليها مزيان تتميتريزيها عاد باش دوز الاخرى، حيت ما يمكنش انت شاد شويه في وحده وبيت تمشي تجرى لوحده اخرى يلاه بيت تبدا ازيرو صافو بارافيل. المهم الوغ الوغ قلنا القرايه، قرا واحد نص ساعه في النهار بحال هكا. الافلام، تفرج في الافلام باللغه الفرنسيه ولا باللغه الانجليزيه. التطبيقات تبارك الله هادي راه ما تحتاجوش نقول لكم، انا عارف. التطبيقات لي زابليكاسيون ديال لا لونغ راه موجودين، دخل قرا دولينغو. المهم دخل قرا كل نهار تتعلم، الله يجعلك تتعلم غير 4 الكلمات 5 الكلمات تسجلهم عندك لغد ليه 5 الكلمات ولا 4، وهي غاديه تخرج في الاخر بواحد الباكاج راه ما كنتيش غتخرج به الا ما بديتيش بحال هكا. دخلوا عندك كونيكسيون، دخل المواقع ديال التواصل، تواصل مع عباد الله بالفرنسي. سيبل سيبلي لي زيترونجي، هضر معاهم، ما كنتي بين وبين ماشي مشكل، تعلم معاهم. كتابة بشكل يومي، انا ما نكذبش عليكم، انا كنت نكتب الذكريات ديالي بالفرنسي. المهم ماشي شي فرنسي زعما مجيده وداك الشيء، ولكن تنكتب شويه. كل مره نتعلم حاجه درت خطا شي حاجه لغط لي ما تنعاودش نفس الخطا. كنت كتبت شي حاجه خصني شي مصطلح معين ولا شي حاجه ما عرفتهاش بالعربيه تنقلب عليها، تندير الترجمه ديالها تنكتبها وتنحاول تتعمد انني نعاودها في دي كونتكست مختلفين باش نبقى نعاودها باش نعقل عليها. هادو من بين الطرق اللي ممكن تستعملوهم باش تعلموا وتخدموا على اللغه ديالكم. اون فوا تلقى راسك وصلتي واحد المستوى معين في اللغه، غادي تفكر في الامور اللي غادي تجي من موراها، وهذا الشيء غادي يكون بمثابه استعداد واحد المسار طويل. الا كنتي تتفكر ولا قررتي انك بغيتي تهاجر، ضروري خصك دير هذا الشيء ولا بد منه. كاين برامج اخرى اللي تيكونوا بشكل او باخر ما تعتمدوش على اللغه من بين الاسس اللي خصها تكون الى اخره، ولكن في نهايه المطاف فاش تتيسر الامور وتتجي هنا وداك الشيء تتلقى انك ملزم انك تتعلم اللغه، وضروري ولا بد منها خصك تعرف لها. وبالتالي الواحد يستغل الفرصه، مع دابا كاينه الامكانيه ديال انه يتعلمها. المهم في هذه السلسله غادي نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم، نوريكم كيفاش تختاروا البرنامج الملائم لكم، غادي نوريكم كيفاش توجدوا راسكم، كيفاش تخدموا على اللغه ديالكم، نوريكم الاجراءات اللي تنديروا في كل مرحله، ونوريكم التفاصيل ديال كل برنامج معين. وبشكل تطبيقي نبداو اونتر اكسبريس وندوزو الاريما، مع العلم اريما دابا حابسه مؤقتا، مي عما قريب ان شاء الله غادي تطلق، لانه ديجا اليوم بالضبط. اليوم حنا الخميس. اليوم الخميس بداو تيصيفطوا لي زيمايل ديال السي اس كيو عاوتاني، يعني في الايام القليله المقبله غادي تلقى اريما ان شاء الله، ومزيان باش الواحد يخدم عليها من دابا. يكون اكيد عندكم بزاف ديال الاسئله طرحوهم عليا في لي كومونتير. ورساله اخيره هي ان واخا الطريق بعيده، ولكن لا عندك واحد لوبجيكتيف غادي توصل ليه. انا شوف كيفاش كنت نحلم بكندا، تنقول كندا، بغيت نمشي لكندا، تيهضر مع شي واحد على الهجره ولا شي حاجه تنهضر غير بكندا، والاصدقاء ديالي راه غادي يكونفيرميو لكم هادشي، وهادشي من سنوات، ولكن خدمت عليها وتيسرات الامور الحمد لله. وبالتالي عندك واحد لوبجيكتيف غادي تخدم عليه، سواء الهجره، سواء لكندا ولا لاوروبا، امريكا او اي بلاصه اخرى، سواء عندك دوطخ زوبجيكتيف تما في البلاصه اللي تتسكن فيها، ولا في العمل، ولا في ما عرفت شي بروجي بيرسونيل، شي حاجه كيما كان فاش تيخدم عليها الواحد تيعطيها وقته وتيخدم بنيته غادي يوصل ليها. غير ديرها قدامك، حطها قدامك وخدمي عليها، اكيد ما غاديش تكون النتيجه في البلاصه، ولكن مع الوقت ومع الدوام ومع الاصرار ومع المثابره غادي توصلوا لهداك الشيء اللي بغيتو.
وشكرا بزاف على المشاهدة ديالكم، وما تنساوش تشاركوا معنا الآراء ديالكم وديروا متابعة الفيديو، وباش عما قريب غادي يوصلكم الفيديوهات ان شاء الله على التفاصيل ديال كل برنامج معين، والتفاصيل ديال الامتحان ديال اللغة كيفاش دوزو، كيفاش تبريبار ليه، والتفاصيل ديال المراحل الأساسية في هذا البرنامجين ديال أريما وأونتري إكسبريس. وتحياتي والسلام عليكم.